السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في منوعات أم محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. قولوا آمين، لعل نلاقي حد بعد ما ماتنا يترحم علينا. النهاردة جايبالكم كده فيديو عن السبانخ، وبقول لكم يا حبايبي ازرعوا في اي مكان. انتوا شايفين الغلا اللي احنا فيه دلوقتي، وربنا يلطف بالناس. اللهم ارخ قوت المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا كريم يا رب العالمين. السبانخ دي انا بقالي فتره على فكره ما نزلتش الجنينه، لان محمد كان تعبان، الحاج هو اللي كان بيسقيها. من اخر مره انا عملت فيها قطعت فيها السبانخ. شوفوا ما شاء الله، انا ما بخليهاش بجدرها، انا بقطع منها كده وبسيب الجدر في الارض فبيطلع تاني. شفتوا ما شاء الله، الله اكبر. هي طالعه سبانخ مع شبت. شوفوا هنا فيها شبت، وهناك فيها خبيزه اهي كمان، وجرجير. يعني ما شاء الله، الحوض ده واخد كل حاجه، سبانخ وشبت وجرجير وخبيزه. وفي كمان جعديد هناك اهوت، مش عارفة بيسموه فين، بيسموه ايه بعد الدول العربية الجعديد ده. المهم النهاردة جايبالكم فوايد الخبيزة السبانخ. خبيزة ايه جايبالكم فوايد السبانخ. اللهم صل على سيدنا محمد. السبانخ فيها فيتامينات كتير ومعادن كتير، وانتوا عارفين اهم حاجة في السبانخ فيتامين الحديد او معدن الحديد، فيتامين ألف وجيم، وحمض الفوليك والحديد زي ما قلنا بنسبة عالية جدا. وفيها كمان مواد مضادات للأكسدة، وبتعزز صحة الجلد، وبتقوي المناعة. هي رخرة لأن قلنا فيها فيتامينات كتير، وأدام فيها حمض الفوليك يبقى مفيد جدا للشعر. وانا عاملة فيديو قبل كده في القناة من السبانخ، وصفة من السبانخ للشعر جميلة جدا، تمنع تساقط الشعر وبتنعمه. انت بتحط معاها بعض الاضافات، بس العامل الاساسي السبانخ. اللهم صل على سيدنا محمد. السبانخ بتحافظ على صحة العين، لان زي ما قلنا فيها مادة الكوريتينات المسؤولة عن تلف العين، او بتحمي العين من التلف. فبتوجد في السبانخ. كمان السبانخ بتعمل على الوقاية من السرطان، وبتقلل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لأنها من المواد اللي بتعتبر الخضار الورقي. وكمان بتمنع سرطان الثدي. يعني شوفوا سبحان الله، ربنا خلق لنا الدواء في الغذاء، بس احنا اللي بنستهتر اصلا. كمان السبانخ تحتوي على كميات عالية من النترات، ودي اللي بتعمل على اللهم صل على سيدنا محمد، على ضبط مستويات ضغط الدم، وتقليل الخطر بالإصابة بأمراض القلب. النترات اللي في السبانخ ديت هي اللي بتظبط ضغط الدم، وبتقلل من الجلطات. كمان بتقوي المناعة، زي ما قلنا فيها فيتامينات كتير، منها ألف وجيم وب، وبتقضي على الفيروسات. عشان كده سبحان الله ربنا بيجعلها في الشتاء، انها بتزرع في الشتاء، علشان الفيروسات بتكتر في الشتاء. وكمان بتعمل على نضارة البشرة، وبتساعد زي ما قلت لكم على نمو الشعر وكثافته. واللي عايز يرجع للفيديو اللي انا عاملاه قبل كده، الوصفة اللي انا عاملاها للشعر من السبانخ في القناة. ويا رب كده تستفيدوا ولو بمعلومة
صغيرة جدا من الفيديو. كلوا خضار، ازرعوه في البيت، اللي ما عندهاش مساحة تزرع فوق السطح في اي حاجة. والله يا حبايبي زي ما قلت لكم بيدي طاقة جميلة جدا، طاقة عليها كده، وبيريح النفس. انا لما بكون متضايقة باجي اقعد هنا في الجنينة في وسط الزرع. انتوا شفتوا قبل كده، انا كنت جايه المرة اللي فاتت اجيب جرجير، لقيته القطة نايمة في قلب الجرجير فسبتها، ومن يومها الجرجير يعني الحمد لله الحمد لله باظ. هوريهولكم في فيديو تاني. يعني الحمد لله. وزي ما بقول لكم الخضار فيه فوائد كتير وفيه اخوات كتير، يعني ما شاء الله قنوات كتير دخلوا السبانخ في الحلويات وفي البيتزات وفي الفطائر، يعني عملوا منها كل حاجة. أكلوا أولادكم الخضار، سيبكم من الحاجات الجاهزة زي الأندومي والحاجات البيتزات اللي بيجيبوها من بره والأكل الجاهز. الخضار مفيد جدا، وده اللي احنا عايزينه دلوقتي في رفع المناعة من كتر الفيروسات. ربنا يشفي كل مريض. والله ابن محمد بقى من شهر 12 وهو تعبان، والدكاترة منعينه ياكل اي حاجة من بره. بس اعمل ايه بقى لوالده؟ كل ما يقعد يعيط له يروح يجيب له كيس بتاع ده، كيس شيبس ولا بتاع، ياكله من هنا. واقسم بالله العلي العظيم بيسخن تاني. اقول له ارحمني ارحمني، من طول الليل ببقى قاعدة بيه وهو ساكن كده. فالحاجات اللي بره دلوقتي وبالذات انها مضرة، لانه بيبقوا غشينها، وربنا يلطف بينا مع الغلا والوباء، وكمان مفيش ضمير. فربنا يلطف بينا والله ويرحمنا برحمته من الناس ديت. فانتوا حاولوا تاكلوهم الخضار. على فكره محمد والله اللي طلب السبانخ النهارده، فانا قلت ما انزل اشوف الجنينه فيها إيه، لان انا قلت لكم بقالي كام يوم ما نزلتش الجنينه. فقلت ما شاء الله لقيتها، فقلت ايه اقطعها ونعملها مع بعض. وقلت ما اقول لكم فوائدها، ويا رب تستفيدوا من الفيديو وتحاولوا تأكلوا ولادكم الخضار، السبانخ، الخبيزة، الملوخية، الجرجير، كل حاجة. يعني الخضروات الورقية، الخضروات الورقية مفيدة جدا جدا، وبالذات في فصل الشتاء عشان الفيروسات اللي بتكتر فيه. وربنا يشفي كل مريض إن شاء الله يا رب العالمين. ويا رب تطلعوا من الفيديو لو بمعلومة بسيطة تستفيدوا منه. أنا بنزل لكم حاجات والله، يعني أنا مش هقول لكم أنا مجرباها، لا ده أنا ماشية عليها. والله اللي شافها محمد ابني وصفة الريحان، يعني اللي بتقلل الحرارة، هو بياخد خفض الحرارة اللي الدكتورة كاتباهوله، وهوريكم العلاجات. هعملها في فيديو العلاجات اللي أنا جايبها له قد كده. مكان ما نزل الحرارة بقت تنزل وتروح خالص، إلا وصفة الريحان مع القرنفل. وبقيت أعمل له كنت بعمل اللهم صل على سيدنا محمد اليانسون، بس كنت بعمل اليانسون لوحده. في الآخر كده لما بلاقيت الاقي بقى عامل على طول السخونية بقى والله جبت حلة كده اهوت ومليتها، وبقيت أحط فيها الريحان مع القرنفل مع اليانسون، وكل شوية اروح جايباله منها، اسقي منها حتى لو نص كوباية لحد ما الحرارة بتنزل لوحدها. لكن المضاد البتاع ده اللهم صل على سيدنا محمد خافض الحرارة ياخده من هنا ما بيكملش ساعة ولا السخونية رجعت تاني. فارجعوا للخضروات، الله يخليكم وجزاكم الله كل خير يا رب، ويحمي أولادكم ويشفي كل مريض يا رب العالمين. يا رب يا رب تشفي كل مريض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في فيديو آخر.